الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. درس أفراد إن شاء الله تعالى حان لو ذاك إن أيضا ذلك مسلمين تيصوما فضائش أوليه رمضانك. الله أولا رمضانك والسبب لمغفرة الذنوب. الله سبحانه وتعالى ذنبي وكنا في رمضان. من صام رمضانا إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. رواه شيخان. إيمان أي احتساب الله أكتيس وناق لقدم قفك رمضان كأصهم الله سبحانه وتعالى ذنبي ناف أيوه. وصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حديث كاسنا مسلم يا وري رمضان إلى رمضان كلا يقال ذنوبته يا لقدافا كبائر تواوي قفك مسلم كه هدو كفو هذا ذنوبته اسكلا يا لقدافا من ضلبات رمضان ك ثوابتي حساب مله حسابتي ترى ما حسابت إلهي أجرك إلهي وسيني. قال تعالى قال الله تعالى وحوي صلوات الله وسلامه عليه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رواه الشيخان البخاري ومسلم بأحاديث كاسوري. الرسول صلى الله عليه وسلم النيابة عن الله سبحانه وتعالى أي وليه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رمضان كان أسكره أنا قايان أبا المرينيو. رواية مسلم ومسلم له وحاول كل عمل ابن آدم يضاعف حسناته 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع أجزي به لأنه طعام كيسي الشراب كيسي معانا أي إلهي درتي أغتغي. ويداسنا ورواية مسلم. قفك مركز ثوابك رمضان كأوليه الله سبحانه وتعالى أياك عنده فصيا كعب المرين لأنه يحيي رمضان لي وأنا أجزي به. رمضان أنا أسكره أنا يا أبا المرين دوم ملك أبا المرين رمضان وحأدوي والله سبحانه وتعالى وأوجه قدرك لا إله بأوك. سيدنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وحول خلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث كاسنا والذي نفس محمد بيده لخلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه شيخان البخاري ومسلم يا وري. وبحوك لقى حديثك والذي نفس محمد بيده الله سبحانه وتعالى عز وجل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه نفس قعنتك وهي بان كل أرتي رسولك وحوله لخلوف فم السائم للماذا صارن قفك بني آدم كالصوم صائم كالصومن أفكيس أي الله أكتسب كأدكم بدن ريح أما برفونك وحياه لسكو عرفي. حديث كاسنا الشيخاني باولنا رواه البخاري ومسلم وحديث كاس مركا خلوف فم صائم معذوب عند الله من ريح المسك. الله سبحانه وتعالى وحيالها الجوني وغيره رمضان كالله سبحانه وتعالى أسي للصائم فرحتان. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان فضائش أوليه بشهر رمضان وحكمه صائم كلا بجرب فرحة. للصائم فرحتان يفرحهما إذا فطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. بخاري مسلم حديث كاسن ورنه قفك مسلم كلا فرحة بوليه فرحتان يفرحهما لا فرحة بفرحه إذا أفطر مركو أفرق فرح بفطره أفركزك فرحه وإذا لقي ربه فرح بصومه مركو الله سبحانه وتعالى ربي يسوي الله كل مرة صوم كيس أيو كفر حياة وصوم بشر ما صوم أيو كفر حياة. سيدنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على كل الصيام جنة ووقاية. قال والصيام جنة. رسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء صومك وقاشان وأنا إلى لي رسول كل والصيام جنة صومك وقاشان. رواه الشيخان البخاري ومسلم بأي أولي. سيدو كل الشومك وحوي يشفع لصاحبه يوم القيامة. يوم القيامة كلا قال الضونك بالصومنا إلهي درت أصومنا دعوة سي عنتدي سي عبتان كيسي دا إلهي درت وقتلي الضون كاسنا إلهي مركي يوم القيامة للجو
حديث الشفاعة يوصينا يا صومك. حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول صائم أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعني. رواه أحمد والحاكم، وقال الحاكم حديث صحيح. حديث كاسم حليه الصوم والقرآن صومك يا قرآنك يشفعان للعبد يوم القيامة مرك اللي جو إن ويؤدوا ذيان أما ويشفع قاضيان قفك مسلم إلا بدأس عبادة السماء. صومكم حليه أي ربي متعته طعام وشراب الله سبحانه وتعالى إلهي طعامك عنتدي شهودي أي معنى كودي هذا الشفاعة ذي كعقل قرآن كانوا حليه ورتدي ما همين كودي له شفاعة كعقل مركب فيشفعان. حديث السراه أحمد باوري والحاكم نوحي وأحاديث صحيح بيوري. جنة سيدو كلا فضائش رمضان كسي وحكمي الجنة وحيلته باب له باب الريان يدخل فيها الصائمون ضدك الصومن بس أي قال باب كاس باب الريان بل هذا. وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان من قفك أهل الصيام والصوم كليما باب الريان أي اللغة رواه البخاري ومسلم. حديث البخاري ومسلم باوري. قال إن في الجنة بابا يقال له ريان جنة وحيلة الباب اللي هذا الريان يدخل فيها الصائمون ذاتك الصومون باكجر يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم بقف أنا أيها حين كجل مهيو يقال أين الصائمون وراوي ذاتك الصومنا فيقومون ويستاجهيا لا يدخل منه أحدا غيرهم من أي حين قف أيها كبحصنا الباب كاسم الجليكر فإذا دخلوا مركي جلان أغلق والحرهيا فلم يدخل. حديث كاسنا بخاري ومسلم أي وري باب الريان لو قشيك الصائمون تبس أي جليان. حديث كاسنا أصنع وقوص عروري فضل بشهر رمضان أولاده الله سبحانه وتعالى وسجوني وسي ذلك الصائمون تون الباب جوني وجنة كمده وأي بس أي جليان وقف كل وجلين إن لسي لضحية الباب كاس كجلا. فضل كلا رمضان الله سبحانه وتعالى وسي وحكمده أن الصيام يوم في سبيل الله إلهي جدك سعدو بجر معنا عاد صومته إلهي وحدارنا يا بين الله سبحانه وتعالى حر جهنم يكدارنا يا صاحبك قفك حلق في سبيل الله وكجر الصوم 700 خريفا شن يتبن استضاب قلو الديرات تحلي انت أصلك أي الله سبحانه وتعالى كف بين يقريل كالنار جهنم. من صام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من صام يوما في سبيل الله منك مال الإلهي جدك إلهي كسن باعد الله بذلك اليوم إلهي مال كاس وحوق ديرين هي حر جهنم من وجه 70 خريفا نار جهنم أي وجه الصدرات ديرات. رواه النسائي وابن ماجه. وقال ابن ماجه حديث صحيح ورواه شيخان بخاري ومسلم وحي وريا نحوه حديث كاس حديث لمده أي وريا سيدا درتس انت صدن وفضائش الله سبحانه وتعالى أوسي بشهر رمضان مركا قف كستبه وإنه مسلمه ووضو قادره وإنه بشهر رمضان صومه سيدا فضائش إلهي أوسي يأجرك قوني ذا إلهي وخصصه بشهر رمضان وإلهي وقفا إذيشت إلهي وعابده أسجن وكمن دوده تدك الصائمين تباو الريان قلهي قفكم صائمين تمركوا أفرها يفرحي قفك الصائمك إلهي أجرك يسون أسجن بس الله يقال قفك الصائمك إلهي ود بالدافع هي قفك الصائمك إلهي وتضبط جار وجهك سكف بين هي وكف بينها النار جهنم 70 خريفا لأنه إلهي قفك مسلم كمدقه وإنه الصوم تعبده وإلهي درتي لو لجده وعباده وإلهي اللي قد وارهي وإنه قفك مسلم اللي ماذا وصومكنا وقاشان الله سبحانه وتعالى حومانت يدبت ينار جهنمنا ووقع حجابيا خلوف في مسائبنا أضيب عند الله من ريح المسك انت صدن وفضائل الله سبحانه وتعالى وكخصصي بشهر رمضان هي ذاتك صوم كلا إيمان هي صحيحة تعبدك إلهي درتي لقوا عبادي سنهي والله سبحانه وتعالى أعلم انت صانا ما انت درسي انكو سوكابينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.